في مبدأ كده يقول لك إيه، يقول لك إن في طريقين للفشل، two ways to fail. واحد منهم إن أنت follow الframework as is. دايمًا الاختلاف الجوهري ما بين الهندسة الصناعية والفروع الأخرى إن الهندسة الصناعية هي بتطلع من الfield. يعني أنا باطلّع information بتجارب معيّنة من الfield أحطها جوّه الكتب. المهندس لازم يبُص على المنظومة بشكل عام. المهندس بتاع الهندسة الصناعية هو الفلتر الأخير للعملية. كل حاجة بتصُب عنده في الآخر. تقليل الwork in process بييجي من البداية في عملية الdesign phase. أنت ممكن لو قدرت تحسّن 1% ده ممكن يفرق معاك financially بشكل كبير جدًا. هو ده الvalue الكبيرة جدًا. لو أنت ليك impact مالي كبير فأنت ليك value كبير. هل كل واحد نحيف أو رشيق يعرف يلعب باليه؟ لأ. اعتبر الagile ده واحد رشيق بس بيعرف يلعب باليه. طب يعني إيه بيعرف يلعب باليه؟ يعني عنده response سريع جدًا لكل المتغيرات. اهلا بحضراتكم في اركيدتو جنبه بودكاست. اركيدتو جنبه بودكاست هدفه ان احنا نعمل ثينك تانك نربط فيه ما بين خبره المهندسين الطلاب وحديث التخرج مع خبره سينيور ليدرز موجودين في المجال الصناعي في مصر والعالم العربي. معانا النهارده ضيف يعني عزيز على القلب، مهندس محمود عصفور. هو انا بصراحه بعتبره استاذي. مهندس محمود لما بيتكلم نحاول نسمع عشان نتعلم منه. بعتبره المنتور الشخصي بتاعي بصراحه. لما بقع في اي مشكله برجع له بستشيره فيها، فانا يعني سعيد بالحلقه دي تحديدا، واتمنى ان احنا نطلع منها باكبر استفاده ممكنه. بس طبعا يعني اتمنى ان المهندس محمود هو اللي يعرف نفسه، هيبقى افضل مني في ده. اهلا بحضرتك يا هندسه. أهلًا بيك يا عمور. عايزين بقى حضرتك تعرف نفسك. أوكي، أنا محمود عصفور. أنا يعني خبرة تقريبًا حوالي 17 سنة في المجال الصناعي، تمام، في الهندسة الصناعية بشكل عام. باشتغل في شركة من أكبر الشركات في مصر والشرق الأوسط. يعني ربنا كان ليه فضل عليّا إن أنا معايا ماستر في الهندسة الصناعية في الlean manufacturing، وباعمل دراسات حاليًا دكتوراه إن شاء الله في الجزئية الخاصة بالimplementations بتاعة الذكاء الصناعي في المصانع والroad map بتاعها إزاي يتطبّق، إيه الchallenges اللي ممكن تكون موجودة، نعالجها إزاي، لإن الحتّة دي حتّة مهمة وواعدة يعني إن شاء الله في الصناعة. ان شاء الله. في الوقت الحالي إن مصر طبعًا الحمد لله في الفترة دي في يعني خطوات كبيرة جدًا في الصناعة وجذب الاستثمارات من الخارج، فده يعني مهم جدًا الفترة الحالية. ممتاز جدا. خلينا هندسه نبدا مع بعض من تحت الصفر بقى. تمام. يعني ايه هي الهندسه الصناعيه اصلا؟ الهندسة الصناعية هي فرع من فروع الهندسة، بيهتم إن أنا باعمل integrated system تستخدم كل الavailable resources بطريقة تدّيني أفضل خَرْج ممكن، من ممتاز. الutilization من الproduction بشكل عام، تمام، بطريقة تبقى effective وefficient في نفس الوقت. تمام، احنا طبعا هنفهم جزء effective وefficient دي، بس احنا حابين نفهم قوي يعني ايه سيستم اصلا. الsystem ده هو عبارة عن interconnected resources أنا باستخدمها عشان أطلّع الoutput بتاعي. تمام. effective يعني إيه؟ يعني إن أنا عايز أحصل على الخَرْج الgoal بتاعي أنا عايز أحصل عليه. تمام. efficient دايمًا بيركّز على الresources اللي أنا باستخدمها. عشان كده في العلوم الحديثة أو في التطبيقات الحديثة الهندسة الصناعية والشركات الكبيرة تستخدم حاجة اسمها الbalance scorecard. الbalance scorecard ده هو بيبُص على 4 perspectives للbusiness، بيبُص من أول الfinancial، الcustomer، الinternal process، الlearning and growth. فأنا ممكن أكون بابُص مثلًا في indicator معيّن من الindicators دي على تحقيق الخطط بتاعتي أو تحقيق الخطط الإنتاجية بتاعتي، بس ده ما يكفيش لوحده، لازم أبُص على الresources اللي أنا باستخدمها. الenergy أنا باستخدم قد إيه كيلو وات للمنتج بتاعي، باستخدم العمالة بتاعتي بشكل بيطلّع لي العامل بيطلّع لي إنتاج قد إيه في الوردية بتاعتي. كل دي حاجات من الحاجات الهامة جدًا، فإن أنت تبقى effective وefficient دي حاجة ضرورية جدًا لأي business. لو انا مش يعني مثلا effective ولا efficient اهم؟ الاتنين مهمين. انا عارف، بس ايه الاهم؟ برضه الاتنين مهمين. أنا عشان أبقى effective أنا يعني إيه، الخَرْج بتاعي هيطلع، بس ممكن ما أقدرش أcompete في الmarket عشان مش efficient بس. عشان مش efficient، لإن الchallenge دلوقتي في الmarket وخاصةً السوق زي السوق المصري، إن إزاي أنا هاقدر أوصّل المنتج بتاعي ده للعميل بأقل تكلفة ممكنة بالجودة المطلوبة. فأنا لازم في الحالة دي أبقى efficient، بادوّر على الresources بتاعتي، لإن من غير الresources ومن غير الoptimization للresources بتاعتي، أنا مش هاقدر أcompete في الmarket. يعني معنى كده إن المهندس بيدير السيستم ده
السيستم بتاع الهندسه الصناعيه ده، بحيث ان هو يخلي شركته تبقى efficient وeffective. بالظبط. صح كده؟ دايما بنقول ان المهندس بتاع الهندسه الصناعيه لازم يشتغل بمنهجيه علميه، مش زي ما كان متعارف قبل كده ان خطوط الانتاج ممكن يكون الناس اللي بتدور خطوط الانتاج دي هي المشرفين او الفنيين الموجودين. لا، لازم تبقى عندك ستاندرد ميثودولوجي انت بتشتغل بيها عشان تقدر تحصل على ده. اهم. طيب، يعني أغلب المهندسين الهندسة لمّا بيتخرّجوا ويخشوا في مجال الإنتاج تحديدًا، المجال ده بالذات يعني مثلًا التصميم حاجة ملموسة، أنا قاعد على SolidWorks وقاعد باصمم وبتاع، الصيانة بقى حتى لو نزل بنفسه يصلّح فهو حاسس إنه بيعمل حاجة، بتاع الإنتاج دايمًا بيخش على خط الإنتاج بيبقى مش قادر يحس هو إيه الفرق بينه وبين المشرف، إيه دوره اللي يخلّيه مميز عن المشرف؟ بُص، لو جينا نتكلم على الهندسة الصناعية بشكل general، أنا هاقول لك من خبرتي المتواضعة يعني، إن المهندس لازم يبُص على المنظومة بشكل عام. المهندس بتاع الهندسة الصناعية هو الفلتر الأخير للعملية، إمم. كل حاجة بتصُب عنده في الآخر. فأنا لازم أكون أنا كراجل مهندس بتاع هندسة صناعية لازم أكون system oriented، لازم تبقى عندي الmethodology الواضحة اللي أنا بادير بيها العملية الإنتاجية عشان أقدر أحصل على الخَرْج اللي أنا محتاجه، تمام؟ لازم أكون بابُص على الdata بشكل مختلف. الdata دي عنصر رئيسي من العناصر المهندس الهندسة الصناعية لازم يdeal with. in case إن إحنا في العصر الحديث اللي إحنا فيه، في حاجات كتيرة جدًا اختلفت عن زمان، في big data، في AI بيُستخدم، في techniques جديدة كتيرة جدًا بتُستخدم. فالمهندس لأ، المهندس ده الdata إن أنت تبقى شايف الdata بشكل مختلف، إن أنت شايف يعني إيه process، يعني إيه input، يعني إيه output، يعني إيه factors بتأثّر على الoutput ده، يعني إيه الcorrelation ما بين الfactors وبعضها. اهم. كل الكلام ده ضروري جدًا، وده مش هيقدر يعمله المُشرف العادي، أو مش هيقدر يعمله المهندس بتاع الهندسة الصناعية اللي هو متخيّل إن أنا ليّا target بسيط أنا باعمله، أو target أنا بابُص عليه كإنتاجية، أو إن عدد أنا باحقق ساعات الخطط وهامشي بس. الإنتاجية وخلاص. لأ، أنت عندك resources زي ما اتكلمنا. الresource optimization is the key factor for industrial engineer. تمام. طب حضرتك قُلت لي من شوية system oriented، يعني إيه system oriented وهل في فرق بينها وبين الresult oriented أو؟ الresult دايمًا بيبُص على النتايج، جاية من result. النتيجة هي العنصر الرئيسي بتاعه. system يعني أنا شايف يعني إيه الrelation ما بين الfactors وبعضها، اهم. شايف إيه بيسلّم إيه. الvalue stream مثلًا. الvalue stream، لو إحنا جينا نتكلم على الvalue stream زي ما أنت عارف، إن أصلًا لو أنا باتكلم لو أنا بابني system النهارده، وأنا عندي tool زي الvalue stream أنا باستخدمها، اهم. الtool دي هتساعدني إن أنا أبني الsystem اللي يطلّع لي الindicators اللي أنا محتاجها. على سبيل المثال، لو أنا النهارده عايز أقلل مثلًا الwork in process في العملية بتاعتي. طب الwork in process ده إحنا عارفين إن هو related. لو أنا جيت أبُص إحنا طبعًا عندنا في الvalue stream 3 levels، في اهم. process level، door to door، والenterprise value stream map. في الdoor to door value stream map الجول الرئيسي إن أنا معلش، أكون يعني خلّينا نوضّحها الأول، الدور تو دور اللي هي الأقسام بتاع المصنع مثلًا. الأقسام بتاعة المصنع، تمام. هي دي أنا باسميها الدور، يعني كل قسم ليه باب، خط الإنتاج ده ليه باب. حلو. فالdoor to door value stream من أحد الtargets الرئيسية بتاعته اللي بتحسّن لي في الlead time إن أنا أقلل الwork in process. in حلو. case إن تقليل الwork in process بييجي من البداية في عملية الdesign phase. يعني أنا لو عامل synchronization ما بين الoutput اللي بيطلع لي من الأقسام التصنيعية وخط الإنتاج، اهم. وقادر أعمل الsynchronization ده بشكل جيد، أنا مش هاحتاج إن أنا يبقى عندي web كبير. مضبوط. فدايمًا مشاكل أي system بتيجي من الdesign phase. اهم. لو مهندس الهندسة الصناعية النهارده معاه الtools اللي تقدر تخدمه في الحتة دي وشايفها كويس، هيقدر يطبّق. عشان كده من أفضل الكتب اللي موجودة في الهندسة الصناعية وespecially في المجال بتاع الlean manufacturing كتاب اسمه learning to see. learning to see. إن أنت لازم تقدر تشوف ده. أول محاضرة خدتها مع حضرتك يعني لمّا كنا شغالين مع بعض، حضرتك قُلت لنا على الكتاب ده، يعني قرأته فعلًا، هو كتاب مهم جدًا في نقطة الvalue stream تحديدًا ده يعني. حقيقي، ده حقيقي. زي ما قُلت لك دايمًا الاختلاف الجوهري ما بين الهندسة الصناعية والفروع الأخرى، إن الهندسة الصناعية هي بتطلع من الfield. يعني أنا إمم. باطلّع information بتجارب معيّنة من الfield أحطها جوّه الكتب. فدايمًا زي ما كنا بنتكلم إن الهندسة الصناعية هي صنعة. اهم. صنعة في البداية والنهاية، إن أنت لازم تبقى عندك recipe معيّن أنت بتشتغل بيه، لازم تبقى أنت شايف الvariance
الحاجه الكومن في الهندسه الصناعيه، وخاصه للناس اللي بتشتغل مثلا في خطوط الانتاج او الكلام ده، ان هو عنده variabilities كتيره جدا من different factors. هو لو مش فاهم ده وحاسس ده وقادر يعمل الموديل لده، هو مش هيقدر يحسن. وفي حاجات كتيره جدا يعني بتبقى كيسز الريتيرن المالي بتاعها بيبقى كبير جدا جدا جدا. يعني انت لو انت مثلا بتشتغل في اسمبلي لاين وبتقدر تحسن مثلا 1% وي مثلا الاوفر اول ايكويبمنت افكتفنس، انت ممكن لو قدرت تحسن 1%، ده ممكن يفرق معاك فاينانشالي بشكل كبير جدا. هو ده الفاليو الكبيره جدا. لو انت ليك امباكت مالي كبير، فانت ليك فاليو كبير. هو ده الاساس. طب احنا لسه هنيجي على موضوع الاو اي ده واحده واحده كده. حضرتك من شويه قلت في الفاليو ستريم ماب احنا هدفنا نقلل الويب مثلا في الدور تو دور، لان في الدور تو دور. هو في النهايه انا عايز اقلل الليد تايم. ايه هو الويب طيب؟ هو ده الورك ان بروسيس. تمام. يعني انا اجزاء انا بعملها بتكون عملت عليها جزء من العمليات، ولكن هي ما تحولتش في النهايه لمنتج كامل انا اقدر ابيعه. يعني منتج نصف مصنع، منتج نصف مصنع ما بين الاقسام مثلا، ما بين القسم مثلا وخط التجميل. ممتاز. تمام. فانا ليه اصلا انا بعمل ده؟ انا ليه عايز اكنترول الويب؟ او ليه عايز اقلل الويب؟ خلينا نقول الاول ان انا عايز اكنترول وكالكوليت الويب. حلو. لان ده حاجه مهمه جدا، لان انت ممكن مينيمايز الويب بشكل معين يأذي العمليه الانتاجيه بتاعتك. تمام. يعني برضو انت يعني كمهندس هندسه صناعيه بتشتغل، لازم تعرف ان احنا عندنا في مبدأ كده يقول لك ايه؟ يقول لك ان في طريقين للفشل، two ways to fail. واحد منهم ان انت follow الفريم ورك as is. الفريم ورك بيقول ايه؟ بيقول لو انا عندي بروسيس اسرع من بروسيس، فانت المفروض ما يبقاش في ويب، فانت زيرو ويب، صح كده؟ او دونت فولو الفريم ورك خالص، ان انت مش معتبر ان في حاجه ستاندر ومش معتبر المجهود اللي موجود. انت لازم تبقى ماتيور انف ان انت تقدر تفهم هو الويب ده انا بعمله ليه. انا في النهايه في النهايه المهندس الهندسه الصناعيه لازم يبقى عنده تريد اوف. تمام. يعني انا اعمل ويب ولا ما اعملوش؟ طب لو هعمله ايه الكالكوليشنز بتاعته؟ هو ده اللي يفرق. مظبوط. لو انا النهارده بعمله جاست ان انا بعمله، فده اوفر برودكشن، هيطلع منه ديفكت، هيطلع منه ديفرنت ويستس، صح كده؟ مظبوط. لكن لو انا النهارده حاسب، ففي الاول انا عملت ايه؟ حسبت، وبعدين بعد كده بعمل كنترول، بعدين كده بحسن في العمليات بتاعتي عشان يقلله برضه. التارجت النهائي فعلا ان انت تنزل خالص، بس ده لو انت العمليات بتاعتك كده تسمح لي بكده ان انت تقدر تعمل. طب يعني كده الورك ان بروسيس ازاي؟ يا حضرتك قلت حالا ازاي نعمل له كنترول، فان احنا نحسبه الاول. نحسبه ازاي بقى؟ الورك ان بروسيس نورمالي المفترض يغطي عندي 3 حاجات. ممتاز. 3 انواع، من 3 انواع. منهم نوع اسمه ريجولر. الريجولر ده اللي هو بيشوف سرعات الاقسام بالنسبه لخط الانتاج او للعمليه اللي بعدها، فانا عايز اشوف بشتغل كام ورديه، فانا هغطي الكلام ده بقد ايه. تمام. عندي فاريانس في الكاستمر ديماند، فانا لازم ممكن يجي لي اوردرات بشكل مفاجئ، فانا لازم يكون عندي الكلام ده، خاصه لو العمليات بتاعتي بعيده ممكن عن بعض بشكل معين، او في ديفرنت كبير في السايكل تايم او وات ايفر. والسيفتي ستوك اللي هو بيغطي كل الريسكس اللي بتحيط بالعمليه بتاعتي. ممتاز. لو عندي بريك داون، عندي ديليز، عندي. طيب هناخدهم واحده واحده، ماشي؟ اوكي. الجزء الريجولار معناها مثلا بالتفصيل ايه؟ لو انا النهارده عندي مثلا، خلينا ان انا بشتغل وان شيفت تمام. في القسم اللي بيعمل سبلاي، وان شيفت في الاسمبلي. ممتاز. حلو كده. وانا عندي ديفرنت في السايكل تايم، يعني المغذي ابطا من خط الانتاج بشكل معين، فانا لازم احط الستوك اللي يغطيني الحته دي. فانا ساعتها ممكن اعمل ايه؟ ان انا بشتغل جزء من الشيفت التاني مثلا عشان اغطي الستوك ده، واللي هو لما اجي اشتغل بكره مثلا، يبقى انا بشتغل الفلو بتاع خط الانتاج بتاعي كونتينيوس، ما بيوقفش على السبلاي بيعمل لي فيدنج بلس الايه، بلس الريجولار ستوك اللي موجود يغطي الشغل بتاعي. يعني ده كده بيغطي فرق السايكل تايم. فرق السايكل تايم مالي. طيب البافر هو بيغطي زي ما قلت لك الفاريانس في الكاستمر ديماند. انا النهارده لو انا النهارده كمصنع بشتغل ميك تو اوردر، او بشتغل ميكس، عندي ميك تو ستوك وعندي ميك تو اوردر، وانا ممكن يجي لي اوردر كبير او ممكن يجي لي اوردر فجاه، فانا محتاج ان انا يبقى عندي ستوك يغطي الحته دي.
تمام. هو طبعا في السكيل جوه المصنع الفروقات دي مش هتبان قوي، بس العميل جوه المصنع هو القسم اللي ورايا بالظبط. ما هي دي نقطه الزملاء المهندسين لكن يعني هي الكونفليكت دايما هيجي ايه؟ طب انا جوه المصنع، فانت دايما بتبقى شايف ايه؟ شايف بميكروسكوب قريب من العمليه الانتاجيه قوي، لكن انت حاول تخلي اللي احنا بنقوله ده من فوق. تمام. لو انا عندي النهارده ستوك منتج كامل وانا بيجي لي طلبات مفاجاه والليد وعندي ليد تايم معين، فانا لازم يبقى عندي ستوك يغطي ده، عشان لو جالي الفاريانس في كاستمر ديماند كان بشكل معين، والمفروض ده يتعمله على فكره اناليسيس. يعني انا المفروض مش بقول الرقم ده برضو ارتجالي، لا انا لازم يبقى عندي اناليسيس وعندي وعندي الطلبات المفاجاه بتيجي عامله ازاي، وانا بحدد رينج والكباسيتي بتاعتي شكلها عامله ازاي، ولازم احدد رينج انا هشتغل عليه. انا مش هعمل كل حاجه الماكسيمم، ما انت هتعمل كل حاجه الماكسيمم عندك تكاليف اخرى انت هتتحملها. مظبوط. تمام. السيفتي ستوك بقى هو زي ما احنا قلنا، انا عندي ريسك بيحصل، عندي بريك داون، صادلي بريك داون، فانا انترنالي جوه المصنع مثلا انا محتاج ان انا اغطي المين تايم تو ريبير. فالمين تايم تو ريبير بيختلف من مره لمره، فانت لازم يبقى عندك سيستم وميثود انت تستخدمه. معلش هندسه لو بقطع حضرتك كتير، انا بس عايز يعني عشان بعض الزملاء ممكن ما يبقوش فاهمين المصطلحات دي. المين تايم تو ريبير معناه ايه؟ المين تايم تو ريبير ان انا النهارده عندي مكنه، المكنه دي بتعطل، صح كده؟ فلما بتعطل المكنه دي بتاخد وقت معين، فالمره دي اخذت ربع ساعه، المره اللي جايه اخذت ثلث ساعه، المره اللي بعدها اخذت نص ساعه، في عطل كان كبير شويه اخذ ساعه. فمين تايم تو ريبير ان انا بجمع الاوقات دي واقسمها على عدد المرات اللي عطلت فيها، فبيديني مين فاليو او افريج ل زمن اصلاح العطل. حلو كده. فده بنسميه متوسط زمن اصلاح العطل. طب هل متوسط زمن اصلاح العطل ده المفروض ان انا استخدمه، ولا استخدم طريقه انا ممكن طبقا للماتيوريتي بتاعتي وطبقا للكيسز بتاعتي انا اقدر استخدمها؟ وبرضه لازم اشوف الافيلبل ريسورسز، ممكن منها السبيس، صح كده؟ ففي طريقه ان انت تاخد المين فاليو، بس انت في الحاله دي عندك تقريبا اب تو 50% انت في ريسك ان ممكن متوسط زمن او اصلاح العطل ده ياخد وقت اكتر متوسط. ده اصلاح العطل ده كده مرتبط بالسيفتي ستوك، صح؟ مرتبط بالسيفتي ستوك طبعا. تمام. ممكن واحد يقول لك لا انا هاخدها بلس 1 سيجما، كاني عندي نورمال ديستريبيوشن كيرف، فانا عارف ان 1 سيجما يمين 1 سيجما شمال تحتهم البرسنتج اللي هي مثلا 68%، فانا كده هيبقى اراوند 34 و50 84%، فانا تقريبا مغطي 84%. انا في سيف زون ان انا 84% الزمن انا هقدر اكفر. تمام. طب عايز اكبر ممكن يبقى بلس 2 سيجما، زي ما انت عايز تشوف. طب دي كلها تولز ايه؟ كلها تولز برضه هندسه صناعيه، ما بين 6 سيجما، ما بين لين، ما بين ديفرنت تكنيكس انت المفروض تستخدمها. انت لازم تكون عندك ايه كمهندس هندسه صناعيه؟ لازم تبقى عندك الحصيله دي، وعارف كل تكنيك انت تقدر تستخدمه في انهي نقطه. يعني باختصار هو يعني ممكن يبقى المشرف خبير في الحته بتاعته، ولكن انت كمهندس يعني بجانب الجزئيه التكنيكال دي انت معاك كل الحصيله اللي حضرتك قلت عليها دي. اكيد العلوم اللي بتدرس واكيد العلوم اللي موجوده في الكتب دي مش علوم كده، لا، زي ما قلت لك انت بتاخد المعلومه وتفهمها كويس جدا، ومش شرط ان انت تطبقها بحذافيرها، لازم تبقى فاهم البروسيس بتاعتك وطبيعه البروسيس بتاعتك. وزي ما اتكلمنا قبل كده، دايما ما بتيجي تاخد الديسيجن بيفرق من مكان لمكان. في كلمه شائعه جدا اسمها ايه؟ اسمها ات ديبندس، يعني انت هتعمل ده ولا ده على حسب. ينفع في وضعيه معينه، وممكن حاجه تانية تنفع في وضعيه تانية. فلازم انت دايما تبقى عندك الاجيلتي في دماغك اللي انت تقدر تستخدم بيها التولز والتكنيكس بالطريقه اللي هي تقدر تفيدك. طيب حضرتك قلت حالا لين ولين 6 سيجما والاجيلتي، يعني عايزين بقى بص انا هقول لك على حاجه، عشان الموضوع ده انا يعني في بعض الحاجات كناحيه كوميرشال الناس بتبقى ايه بتحاول تروج لها بشكل معين، وفي حقيقه الامر زي ما انا قلت لك ان انت لازم المهندس الهندسه الصناعيه يبقى عنده حصيله من التكنيكس والسيستمز اللي في دماغه اللي هو يقدر يستفيد بيها ازاي. صح كده؟ على سبيل المثال قبل ما اكلمك في الحته بتاعت اللين والاجايل والكلام ده، دايما يقول لك اللين مرتبط بايه؟ بالريبيتيتيف مانيوال ورك. يعني لو دخلت النهارده لقيت خط انتاجي في ريبيتيتيف مانيوال ورك،
عارف ان التول بتاعت اللين دي من التولز المهمه جدا اللي المفروض استخدمها. طب دخلت في مكان لقيت فيه اوتوميشن، يبقى انا عارف ان انا لازم استخدم حاجه اسمها تي بي ام، توتال برودكتيف مينتنس، صح كده؟ دخلت لقيت انا في مصنع فيه كيميكالز وفي بارامترز كتيره وفي اوتبوت وطالع بشكل، يعني الموضوع very sophisticated، ابقى عارف ان انا دايما انا عايز استخدم 6 سيجما. فانت لازم تعرف انت هتوظف التول بتاعتك فين، مظبوط، وهتعمل ايه. طيب الحته بتاعت اللين والاجايل حته عجباني جدا. في ناس كتيره جدا بتعمل كومباريزون ما بين اللين والاجايل، واستخدم لين ولا استخدم اجايل. لا، انا عايز اقول لهم ان هما الاثنين واجهين لعمله واحده. تمام. انت خليني اقول ايه اللين سيستم. دايما يقول لك ايه اللين السكوب بتاعه الرئيسي الويست ريدكشن، صح كده؟ طيب نسميه زي ما نسميه انتاج نحيف، انتاج رشيق، زي ما يكون مش فارقه معايا كتير يعني. تمام، ان انا مينيمايز الويست في الاخر برضو عشان اقدر ايه، عشان اقدر انافس، صح كده؟ صح. وعشان الريسبونس بتاعي برضو يبقى سريع بشكل او باخر. طب الاجايل، خليني انا شخص النهارده رشيق او نحيف بس جسمي ما فيهوش المرونه الكافيه. هل كل واحد نحيف او رشيق يعرف يلعب باليه؟ لا، اعتبر الاجايل ده واحد رشيق بس بيعرف يلعب باليه. طب يعني ايه بيعرف يلعب باليه؟ يعني عنده ريسبونس سريع جدا لكل المتغيرات، فليكسبيليتي، بيقدر يادابت بسرعه، بيقدر ياخد كاستمر فيدباك ويريسبوند عليها بسرعه. لان في الديناميكيه الاسواق اللي موجوده حاليا، لو انت ما قدرتش تبقى اجايل بشكل معين تتفرم، هتفقد سوقك بسرعه. ناس كتيره جدا هتكمبيت، وبعدين انت مش بتكمبيت دلوقتي بشكل بسيط، لا ده فيري اجريسيف، سوق فيري اجريسيف دلوقتي. فاللي مش هيبقى عنده الكابابيلتي ان هو يشوف ده ويرسبوند بالسرعه دي مهما كان حجمه، وده في شركات كتيره جدا، واحنا يعني شركات كبيره جدا دايما بيدرسوها ان الناس دي ازاي كانت نمبر 1 وبعد كده فقدت كل الاسواق بتاعتها عشان هي ما كانتش اجايل انف. الاجايل ده مايبي يكون برايس، مايبي يكون عايز اعمل موديولار اسيت بشكل معين ان هو اقدر ان انا اغيره ابجريده، صح كده؟ ابقى انتجريتد مع لوكال سبلايرز بدل ما كل الاسيتس تبقى بتاعتي، صح كده؟ الاجيلتي في وجهه نظري بتفيدك في دخولك الماركت والتوسع وكذلك في خروجك من الماركت. يعني الاجايل فريم ورك اداري اكتر، فريم ورك انت بتتبعه. انا مش عايز اخد وقت كبير جدا في البلاننج، لازم يبقى عندي فيجن، والفيجن دي انا عارف انا هدخل ازاي والستبس بتاعتي ازاي، وازاي ممكن يبقى عندي continual improvement، والريسبوند بتاعي على الفيدباك قد ايه سريع، قد ايه انا شايف الداتا كويس قوي، ايوه، قد ايه انا شايف الماركت بتاعي كويس جدا، قد ايه دايما في انديكيتورز انا حاططها قدام عينيا وبمونيتور الانديكيتور دي، وعندي بلان لو الانديكيتور ده حصل اف سيناريو، لو حصل ده انا هعمل ايه، ولو حصل ده انا هعمل ايه. تمام. وشايف ده. والحته دايما بيبقى من احد الحاجات اللي هي بتعوق الموضوع ده ان انت يبقى عندك جوه الاورجنايزيشن بتاعتك مركزيه كتير. احيانا المركزيه بتطول الديسيجن، تخلي الديسيجن ياخد وقت اطول. فازاي انت ازاي انت هتبقى الكوربريت كبيره وعندك حاجات لازم تكون مركزيه، وفي الديسيجن ازاي ده بيبقى سريع جدا. فانت محتاج ان انت تعمل طريقه منهجيه سريعه ان انت تقدر تحصل على الكلام ده. وده مش سهل على فكره، يعني ده صعب جدا، صح، واللي بيعمله بيفرق في الماركت بشكل كبير جدا. مظبوط. طيب خلينا نتكلم بقى عن المهندس حديث التخرج. تمام، حضرتك مدير مصنع، تمام، فبيجي لك اكيد مهندسين كل فتره اول مره يشتغلوا او حديث التخرج بشكل ما او باخر. تمام. حضرتك شايف ايه الاخطاء الشائعه اللي بيقع فيها الشباب الصغير دول؟ بص هقول لك على حاجه، احنا دايما عندنا يعني مشكله بنواجهها احيانا في التعليم، ان احنا دايما بنركز على ايه. انا بركز ان انت بتدخل كليه الهندسه تدرس 5 سنين، انا عايز ادي لك تكنيكال سكيلز كبيره جدا، عايز ادرس لك
كل العلوم الهندسيه اللي في مجال تخصصك بشكل قوي جدا، وبننسى جانب مهم قوي، ان انت كشخص لازم يبقى عندك كومبتنسز معينه، لازم يبقى عندك كوميونيكيشن سكيلز عاليه جدا. انت في الكومبتنسي دي اللي هي السكيل ان اكشن او بنسميها جدارات يعني. منها حاجتين انت لازم تحصل عليهم قبل ما تدخل في مجال العمل. لازم تعرف يعني ايه كوميونيكيشن سكيلز، تمام، ازاي تتواصل مع الناس بشكل فعال، ازاي الناس تتقبلك، صح كده، ازاي انت ما تخطأش اخطاء ممكن تخلي الناس اجينست. على فكره الفني او المشرف او الكلام ده الناس بتتحسس الشخص اللي قدامها. انت لازم تدرك ان انت ربنا انعم عليك ان انت بقيت مهندس. انت وانت صغير لقيت اب او ام بيقولوا لك ذاكر عشان تبقى انسان كويس. ممكن واحد يكون المنتاليتي بتاعته قويه جدا بس ما كانش عنده الفرصه دي، كان ظروفه الماديه مؤثره عليه. فانت لازم تدرك ان انت ربنا انعم عليك، وان انت لازم تستخدم ده بالشكل المظبوط الجيد. فانت لازم يبقى عندك كوميونيكيشن سكيلز عاليه جدا، تعرف تتواصل مع الناس، تعرف تدير العلاقه في الاتجاه الرأسي والاتجاه الافقي، تدير علاقه مع مديرك، مع مهندسين صغيرين بعدك، مع مشرفين، مع فنيين، الكلام ده تمام. النقطه الثانيه ان انت لازم تبقى عندك leadership skills، لازم تبقى عندك leadership skills. تمام. leadership skills دي هتخليك تعرف انت بتتصرف ازاي بتتعامل مع الناس بالطبيعه المختلفه بتاعتهم، الدنيا بتاعتهم، ازاي تبقى انت قادر تشتغل مع الناس كل الكلام ده انت لازم تبقى عندك السنس ده. بنتولد بيها ولا بتكتسب؟ والله خلينا نقول برسنتج مثلا، يعني خليني اقول نسبه وتناسب كده. خلينا نقول ان هي ممكن تبقى 50% انت بتبقى عندك في البرسوناليتي، والدليل على كده ان في ناس بتقدر تعمل علاقات قويه جدا وهي اساسا مش في الشغل ولا في مجال العمل. وخلينا ان هي برضه بتكتسب، يعني في ناس ما بتبقاش عندها الموضوع ده عالي بس بيقدروا يعملوه، بيقدروا يحطوا اكشن بلان عشان تقدر تعمل الكومبتنسي دي. ولعلمك في شركات كتيره جدا انت لو انت جاي تشتغل فيها لازم تدور على الكومبتنسز دي كانت موجوده عندك ولا لا، لانك مش عايزه ان انت يحصل استراجل جوه البيزنس، مش عايزه ان يحصل مشاكل بشكل معين، مش عايزه ان انت تبقى عندك حاجات نفسيه ممكن تاثر على مسار العمل. فدي بتاثر عليك وانت داخل، وبتاثر عليك كمان لو انت بتعمل لك ابجريدنج. انا ما ينفعش اعمل ابجريد لحد مش عارف يتعامل كويس مع الناس. مظبوط، صح ولا ايه؟ يعني بلس ان في كومبتنسز ثانيه كتيره، بس احنا خلينا نقول بيزك انت لازم يكون عندك ايه عشان تعرف تشتغل كويس. طيب يعني هو بعض المهندسين بيبقوا داخلين وخصوصا لو هو داخل لسه الشغل باول مره بيبقى داخل متشكك شويه، يعني متشكك مثلا ان اللي اكبر منه مش هيديله المعلومه، او يخاف يسال، ان المشرف او الفني ممكن يبقى اقدم منه طبعا في المكان، فهو يخاف ان المشرف او الفني يختبره او يتست او كده، فيحاول يتجنب او يهرب من المشكله. طيب انت دايما المفروض بتتعامل مع الناس، خاصه الناس الاقل منك، ان انت لازم تعرف الاقل اداريا، الاقل اداريا اللي انت ليك باور عليه، لازم تتعامل معاهم من منطلق ان انت ابن ناس في الاساس. يعني انت لازم تتعامل مع الناس بتفهم، وخاصه في المصريين اذكياء جدا، فهو بيترقب انت هتعمل معاه ايه. فانت لو بتتعامل معاه بشكل كويس، وزي ما قلت لك لو انت حاسس بنعمه ربنا عليك في البدايه، انت هتعرف ازاي تتعامل مع الناس. صح. وزي ما انا ببقى عايز حاجات من ناس ممكن تكون اعلى مني، زي ما الناس اللي ممكن تكون اقل مني بتبقى عايزه مني حاجات. الابتسامه في وجهه نظري ان انت تتعامل مع الناس بشكل محترم، ده ليه مفعول السحر في المجتمعات اللي فيها فنيين ومشرفين كبيره، لان ده بينتقل بشكل سريع جدا للناس. بالنسبه للناس الناس اللي انت بتبقى خايف كمهندس مثلا جديد ان الناس مش هتدي لك المعلومات، خلاص ما بقاش ده الترند دلوقتي. انت دلوقتي لو انت مهندس النهارده قديم في شركه، وانت مش بتعمل ترانسفير للنولج، وانت مخلي الحاجه معاك، خلاص اوكي، انت مش هتكبر، مش هيحصل لك ابجريدنج اصلا. لو ما حدش بيقدر يقوم بالدور اللي انت بتقوم بيه، خلاص خليك في مكانك، تعلى ليه؟ فانت يعني ايثيكالي انت لازم تنقل الانفورميشنز اللي عندك، صح كده؟ صح. وكمان عشان انت يحصل لك ابجريدنج لازم الناس اللي تحتك تبقى شايله بشكل كويس. وفي عصر اللي احنا فيه حاليا، العصر اللي فيه داتا كتير وفيه الكلام ده كله، خلاص ما بقاش فيه حاجه مستخبيه.
صح. يعني انا في اعتقادي اصلا النقطه اللي حضرتك قلتها دي، نقطه ان انا اعلم الناس اللي شغاله معايا، دي جزء بيدعم الليدرشيب. طبعا الناس هتحسك. الناس هتحسك، ده مهم جدا جدا جدا. انت فرقت معاهم في حاجه. طبعا طبعا. مجتمع كبير، مهندس هندسه صناعيه غير اي مهندس تاني. انت ممكن تلاقي مثلا مهندس النهارده في المينتننس، صح كده، هو ممكن تلاقي الجروب اللي هو شغال فيه مثلا 10 افراد، لكن انت النهارده ممكن تلاقي مهندس لسه جاي النهارده خط الانتاج بتاعه فيه 200 واحد. فهو مجتمع كبير. صح. وزي ما انت بتدي الناس هتدي لك. ولازم تفهم حاجه كويسه جدا، في ناس ما خدتش فرص تعليميه كويسه، في ناس المنتاليتي بتاعتهم قويه جدا وعنده ادفانتج كبيره جدا عندك، ان هو تاتش البروسيس بشكل كبير جدا. هو يعني شايف كل الفاريابيليتيز اللي بتحصل عنده في البروسيس، فهو اول واحد هيقول لك المشكله وهيقول لك حلها. صح. عشان كده في تكنيك اسمه elicitation تكنيك، ان انت ازاي بتستنبط الحاجه. الاستنباط جزء منه كبير ديسكشن، جزء منه ان انت بتعمل مع الناس دي برين ستورمنج، تتكلم معاهم، ولازم تبقى عارف ان انت دايما لازم الناس دي في قدرات كبيره جدا عند الناس دي. عدم استغلال القدرات دي لوس كبير. عشان كده لما كانوا بيتكلموا على 7 تايب اوف ويست في اللين مانيفاكتشرنج، بيقول لك ان في ويست تامن اللي هو عدم استغلال قدرات الناس بشكل. صح كده، مظبوط. وانا شفت في حياتي العمليه ناس كتيره جدا تالنت، والواحد ما يتكسفش ان هو ممكن يقول لك ان هو في بعض الحاجات الناس بتبقى عقلياتها قويه اقوى من الواحد نفسه. فانت لازم تفهم ده. فانت موجود في مكان الغرض الرئيسي منه زي ما اتكلمنا في الاول ريسورس اوبتمايزيشن. الريسورس ده ممكن يكون ايه؟ عقليه الناس، توظف الناس في المكان الصحيح. مظبوط. للاسف في ناس احيانا عشان تحافظ على اماكنها يلاقي واحد شاطر في مكان يبعده عن المكان ده. غلط فادح يعني دينيا وعمليا في نفس الوقت. ان انت مطلوب منك لقيت واحد دماغه استراتيجيك وظفه في حاجه استراتيجيك، واحد في الاكسكيوشن عالي وظفه في حاجه فيها اكسكيوشن عالي. صح كده؟ مظبوط. لان ما حدش بيبقى عنده كل القدرات. طيب هو في كتير هندسه بيتكلموا عن ازاي ادير الناس اللي شغالين تحتي، ازاي ادير مديري بقى؟ دي اصعب حاجه. يعني ممكن يبقى مديرك شخصيته مختلفه عن شخصيه مدير تاني، كل شغل بتنقل فيه شغل مدير مختلف. ازاي حضرتك شايف مثلا التعامل الصح مع المدير ايا كان نوع شخصيته؟ والله المدير ده انت لازم تفهم الاول هو شخصيته بتدور ازاي، هو بيفكر في ايه. ممكن يبقى عنده بعض التخوفات تجاهك، فانت لازم تعرف تقرا الناس، لازم تبقى عندك المقدره دي. لو انت قدرت ان انت عندك الفراسه دي بشكل او باخر او برسنتج منها، فانت هتقدر ان انت تشوف هو بيفكر ازاي. ولو في تخوفات معينه عنده مفيش مشكله ان انت تحاول تعالجها. بلس ان مديرك ليه حق عليك في حاجات تانية، ان انت مديرك اكيد مش هيبقى برضو شايف كل حاجه 100%. فانت لازم مديرك يحس ان انت بتوجهه بشكل غير مباشر لبعض الحاجات، وحاجه دي حاجه صحيه. ان انت مش ما بتفكرش ابدا ان انت ازاي تعمل له باي باس، يعني ازاي ان انت يعني تتجاهله او ان انت تعديه او ان انت تعمل ده. انت واخد بالك الانسان المحترف، الشخص المحترف، المهندس المحترف بيجبر الكل على احترامه، بيجبر الكل ان هو يتعامل معاه بشكل كويس. فمش هيبقى الجاب مش هتبقى كبيره، لان هو برضه عشان يتصعد بيبقى في يبقى في المكان ده، فهو عنده سكيلز وعنده كومبتنسز عاليه. مظبوط. الا لو انت شغال بقى في اورجانيزيشن هي مش عارفه تعمل ايه. صح كده. لكن احنا بشر. صح كده. البشر ده عنده تخوفات من حاجات معينه، عنده رؤيه معينه، ممكن يبقى هو شايفك بصوره ممكن ما تكونش افضل حاجه، ولكن انت هاو تو ديل ويز الكلام ده كله، دي حاجه من المهارات اللي انت المفروض تكون عندك. تمام. نروح بقى في ناحيه انسانيه شويه. تمام. عشان ما نتعبكش كتير يعني. تحت امرك. يعني شويه اسئله كده خاصه بالمهندسين برضه بنفكر فيها سوا. المهندس مثلا في بدايه حياته يتنقل ما بين كذا شركه ولا يقعد في شركه واحده ويترقى فيها؟ سؤال صعب شويه بس يعني خليني اقول لك، دايما بيعاني الناس الشباب الصغير ان هو بيبقى هوائي شويه. تمام. فيعني ايه هوائي؟ ان انا مش ما بيبقاش عندي انا محدد بلان واضحه انا عايز ايه.
فبيجي في بدايه التخرج الشغل اللي بيجي له بيشتغله، مظبوط. صح كده؟ يروح شركه يشتغل فيها شويه، يقوم قايل لك ايه، انا هسيب الشركه دي. في بعض الاحيان صح ان انت تتنقل، وفي بعض الاحيان ان انت تبقى موجود في المكان ده صحي. اكيد التنقل بيديك خبرات متعدده، بس برضو كل مكان بتروحه انت مكان جديد، صح كده؟ فانت وجودك في المكان بقالك فتره بيدي لك تحيات ان انت تكبر في المكان، ان انت تعرف الفاليوز والكالتشر بتاعت المكان والثقافه بتاعت المكان، فبتحس ان المكان ده بقى بيتك، صح؟ لا انت بس امتى يبقى استمرارك في المكان حاجه غير صحيه؟ لو انت حسيت ان انت دخلت في الكومفورت زون، لان الكومفورت زون بالنسبه للمهندس هي الحاجه القاتله. مستريح بس مالكش فاليو كبير، حضرتك كنت ما يعني بتحصلكش نمو كبير. حضرتك كنت عبرت عنها قبل كده برضه، سمعتك بتقول المصطلح ده يعني فيك اكسبيرينس. طبعا. ودي على فكره خد بالك عشان تبقى فاهم، من الحاجات الكبيره جدا والمشاكل الكبيره الموجوده حاليا ان التطور العلمي الرهيب اللي موجود، لو المهندس مش بيحصل له ابديت وهو حاطط نفسه في الابديت ده بشكل مستمر، هيجي له وقت يجي له مهندس صغير مع التكنيكس يبقى هو مديره، وفي ساعتها مش هيبقى عنده التشانس ان هو يعمل اي حاجه، لانه هيبقى كبر، قدراتك ممكن تكون قلت، مهاراتك بقت اوبسليت، اللي انت كنت بتعرف تعمله وفاهم ان انت خبير فيه خلاص بقى حاجات بسيطه ممكن تتعامل بيها. فانت لازم تبقى فاهم انت بتعمل ايه. هتستمر في مكان لازم تبقى ابديتد على طول، لازم تبقى عارف ان انت وجودك في المكان ده كويس جدا بالنسبه لك، لانك بقيت في المؤسسه دي لفتره طويله، فانت ليك تشانس كبيره جوه المؤسسه، بس لازم تبقى فاهم ان انت شغال في بزنس في الاول وفي الاخر. تمام. لو انت مش بتدي فاليو للمكان بتاعتك كبيره انت في ريسك. تمام، ده طبيعي. طيب هو في سؤال تاني يعني برضه بسمعه كتير من زملاء مهندسين لسه بيبداوا مثلا في السوق او كده، يقول لك انا دلوقتي قدامي شركتين او 3 عايز اختار ما بينهم. الشركه دي مثلا فلوسها اعلى، الشركه دي اجازتها احسن، الشركه دي فيها مدير انا حاسه كويس، الشركه دي فيها خبره او شركه كبيره فهو حاسس ان هيبقى فيها خبره كبيره. المهندس وهو في بدايه اول شغل له مثلا او تاني شغل حتى يركز على ايه؟ بس والله زي ما قلت لك المجال اللي هو عايز يشتغل عليه ده حاجه مهمه جدا، لان انا مش عايز اشتغل اقعد اتنقل من مجال لمجال لمجال لمجال، عشان انا عايز في الاخر الموجودين في سوق كتير، فانا عايز ابقى يونيك، عايز ابقى متميز جدا، فلازم ابقى واخد تراك، صح كده؟ من الحاجات الفارقه في وانت مهندس صغير ان انت يبقى معاك مدير كويس. مدير كويس هو بيبقى واخد الموضوع باكتر من حاجه، هو عايز يفيد البيزنس فعايز ينقلك يعمل لك ترانسفير للنولج عشان البيزنس يجي له فاليو بشكل كبير، بلس ان هو بياخد الموضوع من وازع شويه ديني، ان انا النهارده ان انا المفترض اعمل كده، ان انا زكاه العلم اخراجه، ان انا الناس لازم تتعلم وتبقى كويسه. فالمدير بيفرق كتير جدا، المدير ده لو كويس هيخليك رايح الشغل وانت ساتيسفايد جدا، هيزود ارتباطك بالمؤسسه. مظبوط. في مره كانوا بيسالوا حد من، هقول لك موقفين، بيسالوا حد من تقريبا سميح ساويرس او حاجه زي كده، فبيقولوا له انت تعين مدير ايه؟ قال لهم عين مدير ابن ناس. ليه ابن ناس؟ لانه هيفرق في الجو العام بتاع الشغل، هيخلي فريق العمل عايز يطلع، هيزود اللويالتي للاورجانيزيشن. صح، تمام. موقف تاني هحكيه لك، والدي اصلا كان ضابط في الجيش، ضابط مهندس، فبعد ما خرج من الجيش فراحوا مكتب كده كان بتاع سفريات يعني، فبيقول لي كان في مهندس من الموجودين في مسافر دوله خليجيه، اتقال له حط الرقم اللي انت عايزه، حط الرقم مثلا من 5 ارقام، حط 99,000 ريال. فالمهندس في بدايه حياتك نصيحه ما تركزش على الفلوس قوي، لان الفلوس لو انت مهندس شاطر هتيجي بامر الله. وفي مجال الهندسه الصناعيه لو مهندس شاطر بيفرق كتير في البيزنس، بيفرق كتير في التكلفه. اجراءات بسيطه جدا انت ممكن تعملها تبقى حاسس ان انت بتعملها دي شغل طبيعي، بس ممكن يكون ليه افكت كبير جدا جدا فاينانشالي كمان على البيزنس. فاتعلم، خش مجال انت بتحبه، الجو العام في الاورجانيزيشن يبقى كويس، الثقافه
والvalues بتاعة الorganization تبقى أنت فاهمها وعارفها، إن هي مؤسسة مش الturnover بتاعها عالي على طول، كل شوية الناس بتمشي، شوية الناس بتيجي، لأ، أنا عايز برضه استقرار، وده هيفرق معاك كتير جدًا في بداية حياتك يعني. الفلوس إن شاء الله كمهندس جاية بإذن الله. إن شاء الله. طيب يعني كده المدير حضرتك شايفه أهم حاجة. طيب يعني المدير مهم طبعًا يعني المجال بتاع الorganization هي بُص زي ما قُلت لك هي هي different factors. درجات يعني different factors. تمام. المدير ده بقى يعني حضرتك قُلت المدير الكويس، إيه هي صفات المدير الكويس؟ المدير الكويس اللي هو زي ما قُلت لك حاسس بمكانه، تمام. وقد إيه المكان ده ممكن يكون مؤثر جوّه المؤسسة بتاعته، وعارف واجباته وصلاحياته كويس، وعنده competences كويسة، وعارف إن هو المفروض يعمل transfer لknowledge. تمام. وقبل ده كله عارف إن ربنا سبحانه وتعالى أكرمه إن هو حطّه في المكان ده. ومن الحاجات اللي أنا باحبها جدًا إن أنت لمّا تبقى مدير لازم تعرف إن الكرسي اللي أنت قاعد عليه ده مش بتاعك على طول. اتعامل كده. اتعامل إن أنت الكرسي ده متغيّر، ممكن تكبر، ممكن حد يبقى موجود عشان ما لإن لو إحساسك بالخوف على الكرسي زيادة عن اللازم، هيحسّسك دايمًا إن أنت بقيت الvalue اللي أنت بتقدّمها للbusiness الكرسي أهم منها، وده ما ينفعش. تمام. بُص في حاجة اتعلّمتها، هاقول لك في حاجة أنا اتعلّمتها في بداية الشغل. دايمًا وأنت في بداية شغلك حاول تستفيد بشكل كبير جدًا. حاول تشوف الناس الخبرات، حاول تشوف أنت اشتغلت النهارده مهندس مثلًا في خط إنتاج، لازم تفهم الquality شغالة إزاي، لازم تفهم الsupply chain في الorganization شغال إزاي، لازم تبقى عندك الminimum knowledge من المجالات اللي حواليك، لإن كل ده لمّا أنت هتكبر في الposition الإداري، هتبقى أنت لازم تبقى فاهم هُم بيعملوا إيه، وده هيأثّر بشكل كبير جدًا. لو أنت عندك الawareness ده وعندك الminimum knowledge هتقدر إن أنت تستفيد من اللي حواليك بشكل كويس، وهتقدر إن أنت دايمًا تأثيرك في الbusiness يكون كويس. طيب إحنا يعني حابين ندخل مع حضرتك بقى في نقطة جديدة شوية technical شوية في الحتة الخاصة بالدراسة اللي حضرتك بتعملها حالًا في الماجستير والدكتوراه. دكتوراه إن شاء صح الله. كده؟ إن شاء الله. اللي هي الAI مع تمام. الهندسة الصناعية. تمام. الAI هو دلوقتي ترند عمومًا يعني. صحيح. فهل بقى إزاي نقدر نوظّف الAI في الهندسة الصناعية؟